كنوز الدراما. أصل الراديو. أصل الراديو. فاطمة مظهر وعادل هاشم في الجوازة دي لازم تتم. بطولة عواطف حلمي، حمدي أبو العلا، لاشينا لاشين، أمينة سالم. الجوازة دي لازم تتم. تأليف مجدي الجلاد، إخراج طارق دياب. الو، ايوه يا مرهان يا حبيبتي، انا سامعك. يا روح بابا اعملي اللي انت عايزاه، اعزمي اي عدد من اصدقائك وصحباتك. دي اجمل ليله في حياتي يا مرهان. يا حبيبه بابا، انا عشت عمري كله انتظر الليله دي. خلاص يا حبيبتي، خلاص. باي باي يا روح بابا، مع السلامه. ألف مبروك يا فندم. البنت كبرت وهتتجوز يا نجوى. ربنا يتمم لها بخير ويسعدها يا رب. الايام جريت اسرع من البرق. امبارح بس كانت لسه طفله صغيره بضفيره، باخدها من ايدها اوديها المدرسه. النهارده الصبح لقيتها بقت عروسه ومتخرجه من الجامعه. ربنا يخليك ليها يا فندم. تعرف يا نجوى، انا ايه اللي غيظني؟ ايه يا فندم؟ اني مرضتش اجيب لها مرات اب بعد الله يرحمها والدتها. كان عندها 10 سنين، عملت لها اب وام وصاحب، وفي الاخر هيجي لها النهارده ولد صعلوك يطلبها مني ويحرمني منها. انت بتقول ايه يا ولد؟ يا عمي انا جاي طالب ايد بنتك مريهان. ايد بنتي مرهان؟ تعمل بيها ايه؟ هعمل بيها ايه يعني؟ هنشحت سوا؟ انت بتهزر معايا يا قليل الذوق؟ انا قلت حاجه غلط يا عمي؟ عمد دبب، انت ظاهر عليك مجنون. كل ده عشان جاي وطالب اخطب ايد مريهان؟ لو جيت بعد 15 سنة ما كنتش قلت عليك مجنون، لكن دلوقتي تبقى 60 مجنون. لو جيت لحضرتك بعد 15 سنة هيكون عمر مريهان 37 سنة وانا 40 سنة. 37 سنة في عينيك عديم النظر. مرهان لسه عمرها 7 سنين يحول. يا عمي مريهان عمرها 22 سنة. وانت شرفك انت بتتجسس عليها ولا ايه؟ لا، لانها اتخرجت من الجامعة وانا عارف سنها. ايه ده؟ انت بتتكلم جد يا ولد؟ ما كنتش حضرتك مصدقني، نادلها وتأكد بنفسك. طيب انا هنادلها. مرهان، مرهان. ايوه ايوه يا بابا. مش ممكن. ها؟ ايه هو اللي مش ممكن يا بابا؟ مش ممكن تكون انت مرهان. انت يا بنت، انت كبرتي وبقيتي بالحلاوة دي امتى؟ وازاي انا ما خدتش بالي؟ امتى ايه بس يا بابا؟ ده انا خلصت الجامعة. تعملي العملة دي من ورايا يا مرهان؟ تضحكي عليا وتكبري 15 سنة من غير ما اخد بالي؟ صدقتني بقى يا عمي؟ ايه ده؟ انت لسه واقف مستني ردك علي. انت عايز ايه يا ولد؟ عايز اتجوز. تتجوز مين؟ لا اله الا الله، مريهان بنتك يا عمي. لا اله الا الله. انت اسمك ايه؟ بابا ده اسمه عادل. اسكت انت. يا عمي انا عادل عبد الوهاب أدري. ايه؟ عبد الوهاب أدري؟ رجل الاعمال؟ ايوه يا عمي، وصديق حضرتك من 30 سنة. من ناحية صديقي هو صديقي، لكن انت... انا ايه يا عمي؟ انا ما اعرفكش، لا انت صاحبي ولا صديقي ولا لعبنا كرة شراب مع بعض. استنى انا عايز اسألك، انت دخلت الفيلا هنا ازاي؟ بابا اسكت انت يا مرهان، لما اشوف الجدع ده ايه حكايته؟ ده مش جدع يا بابا. ما دام مش جدع يبقى واد خايب. ده عادل اللي انا كلمت حضرتك عنه من يومين يا بابا، وخدت له ميعاد مع حضرتك. ايه ده؟ هو ده؟ ايوه انا يا عمي. ومالك بتقولها وانت واثق من نفسك قوي كده؟ انا طول عمري واثق من نفسي يا عمي. وبتشتغل ايه حضرتك؟ اوعى تقول لي انك ما بتشتغلش وان باباك هو اللي بيشتغل وانت تصرف الفلوس. يا عمي انا ماشي على طريق حضرتك وطريق بابا عصامي، بكون نفسي بنفسي رغم ان والدي رجل اعمال كبير ومليونير زي حضرتك، لكن انا بشتغل من وانا في الثانوي، وبعد ما اتخرجت من كليه الفنون التطبيقيه بدات في مشروع صغير. مشروع ايه بقى؟ اقعد واحكي لي. يا عمي انا بعمل مشروع تصنيع الموبيليا من جريد النخل. من ايه؟ موبيليا من جريد النخل؟ ايوه يا عمي، ده مشروع تخرجي من الكليه ونجحت فيه بامتياز. جميل. وبعدين؟
انا بحاول استغل مادة جريد النخل واصنعها في شكل جمالي ومميز، وبكده اقدر اوفر للعروسين من الشباب جهاز متين وجميل ورخيص جدا. اسمع يا ولد، انت الاول تجيب ابوك وتيجي يخطب لك بنفسه البنت دي، وبعد ما انا اوافق ابقى اسمع منك حكاية جريد النخل بالتفصيل. افهم من كده يا عمي ان حضرتك موافق؟ ما تفهمش حاجة. ليه بس يا عمي؟ لان انا نفسي مش فاهم. ويبقى عندنا اولاد ويتجوزوا. الأجمل يا أبو علي إن صداقتنا السنين دي كلها تستمر بعد جواز عادل ابني من مرهان بنتك. اللي محيرني ان ازاي الولاد خبوا علينا علاقتهم السنين دي كلها. شباب الزمن ده يا حسن. بس ان جيت الحق، الواد عادل ابنك ده دخل دماغي من اول ما جه لوحده يخطب البنت اللي قاعده جنبه هناك في الكوشه. من صغره وانا معوده يعتمد على نفسه، وحذرته يقدم نفسه في اي مكان على انه ابن عبد الوهاب قدري رجل الاعمال المعروف، وسمع كلامي وحقق امنيتي وبيقدم نفسه باسمه هو وفكره هو. احسنت التربيه يا عبد الوهاب. المهم ربنا يسعدهم ويوفقهم. عن اذنك بقى يا عبد الوهاب لما اروح ابارك لهم. مبروك يا ولاد، يا ريت تخلوا بالكم من بعضكم. الله يبارك فيك يا بابا. قول لي بقى يا عريس. تحت امرك يا عم. انا عايزك بقى دلوقتي تحكي لي حكايه جريد النخل بالتفصيل. وده برضك وقته يا عمي. احضر لك العشاء يا حسن بيه. عشاء ايه يا ام عبده؟ خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ هتعشى مع مين بعد ما مرهان اتجوزت؟ يعني هتصوم؟ بقيت لوحدي. تعرف يا ام عبده، انا لو قلبي كان يطوعني ما كنتش سبت الولد اللي اسمه عادل ده ياخدها مني، ويانا يا هو حتى لو وصلت اني ابارزه بالمسدسات زي بتوع افلام الكاوبوي. بقى يعني كنت عايز تكسب بخاطرها في اول فرحتها؟ ما هو ده اللي مصبرني، بس مسيره يقع في ايدي بتاع الجريد ده. جريد ايه يا بيه؟ جريد النخل، مش عارفاه؟ الولد عادل عامل مشروع هايل، فكرة جديدة، ولد مخه نضيف، وده اللي عجبني فيه. الله، انتي ايه هتقفي ترغي معايا يا وليه انتي؟ ايه هو انا اللي برغي برضو؟ طب روحي حضري لي العشاء. خلاص دقيقة واحدة ويكون جاهز. يلا بسرعة على ما اغير هدومي. العشاء جاهز يا حسن بيه. طب نادي على مرهان. مين يا بيه؟ مرهان. انت ايه ما عدتيش بتسمعي؟ بسمع، بس حضرتك اللي ايه؟ يا معلش يا ام عبده، انا فعلا مش مجمع. اول ليله بقى. طيب تأمر بحاجة تاني؟ اقعدي. نعم. بقول لك اقعدي. اقعد فين؟ هتقعدي فين يعني؟ على سور البلكونه؟ على السفره؟ مع حضرتك. ايوه مع حضرتك. ايوه بس ما يصحش يا بيه. ايه هو اللي ما يصحش؟ اقعد مع حضرتك على سفرة واحدة. بس انا عايزك تقعدي. ما هو بيه ما تنرفزنيش يا ام عبده. حاضر خلاص اديني قعدت اهو. ايه ده؟ انت هتتفرجي عليا يا وليه انت؟ كلي. حاضر. فاكره يا ام عبده؟ فاكرة يا بيه. فاكره ايه؟ هو انا لسه قلت حاجه؟ فاكرة مرهان وهي لسه عيلة صغيرة، ودي حاجة تتنسي؟ ده انا اللي مربياها من يوم ما اتولدت. عمر تاني يا ام عبده. ياه ايام. انا رأيي بلاش نقبل المناقصة دي يا حسن بيه. ليه يا نجوى؟ ربحها مش قد كده يا فندم. انا ما بدورش على الربح، انا بدور على الاستفادة اللي هيستفيدها الشباب من المشروع ده، هو ده الربح الحقيقي. طب ومشروع المستشفى يا فندم؟ برضه مش عايز فيه مكسب مادي، انا الثواب اللي عند الله يكفيني لما كتير من الغلابة يلاقوا المستشفى ده ويتعالجوا فيه. في حاجة تانية؟ خلاص كده سيادتك. طب اتصلي بسايز الجراج يجهز لي العربية. هتكون فين يا فندم؟ هتغدى في النادي النهاردة. ايه ده؟ مش ممكن. يا ترى بتشبه عليا حضرتك؟ وحضرتك بتشبهي عليا؟ أنا اللي بسألك. وانا برضو بسألك. أنا أسف. وانا اسف. عن إذنك. اتفضلي لو سمحتي. نعم. مش حضرتك
مش حضرتك حسن القرنفلي، وحضرتك دلال مش كده؟ مش ممكن، انت لسه عايش. يخرب عقلك يا حسن. يخرب عقلك وانت كمان. يا ام عبده، يا ام عبده. ايوه يا بيه. تعالي يا ام عبده، يا اجمل ام عبده في الدنيا. خدي يا ام عبده، خدي المبلغ ده. وعلشان ايه الفلوس دي كلها؟ علشان ايه؟ ايوه صحيح، علشان ايه؟ علشان الشوك اللي في الورد. بحب الورد، احب الورد، واتمنى جرحه وتعذيبه. يا ورد انت يا ورد. وهي ايه بقى المناسبة؟ من غير مناسبة، انا سعيد مبسوط فرحان. قررت النهارده خليكي تشاركيني سعادتي. ربنا يسعدك على طول. عارفة يا ام عبده، عارفة انا قابلت مين النهارده؟ مرهان وعادل جوزها. حذري فزري. تكونش قابلت $1,000,000؟ احسن من 100 مليون. اكيد بقى قابلت قنصل الوز. وز ايه وبط ايه يا ولية يا عجوزة انت؟ انا غلب حمار. فاكرة يا ام عبده دلال مين؟ دلال بتاعت العباسية. يا خبر، وايه اللي فكرك بيها بعد السنين دي كلها؟ قابلتها النهارده وهقابلها بكره. يا دلال، ايام. ايوه يا حسن، ايام. فاكرة؟ هو انت اللي يعرفك يقدر ينساك يا قرنفلي؟ يعني كنت فاكراني السنين اللي فاتت دي كلها؟ كان كل ما يضيق بيا الحال افتكرك. مش معنى كل ما يضيق بك الحال. كنت افتكر جملتك الشهيرة هتفرج. وفرجت يا دلال من اوسع الابواب. انا عارفة كل حاجة عنك، وانك بقيت رجل اعمال شهير. وعرفتي منين وانت بقالك سنين بره البلد؟ صفية بنت خالتي حكت لي كل حاجة عنك اول ما رجعت، وعرفت انك جوزت بنتك من شهرين. اتفرغت لها بعد وفاة المرحومة امها. الله يرحمه. مشوار يا دلال، رحلة ووصلت لنهايتها، وانتي احلى نهاية لاحلى رحلة. قصدك ايه؟ انتي دلوقتي ارملة وانا شرحي. ابنك اتجوز في بلاد بره ومش ناوي يرجع، وانا بنتي اتجوزت خدها الولد بتاع الجريد. دي حكاية تانية هبقى احكي لك عليها. دلوقتي الظروف اللي فرقتنا وما خلتناش نتجوز من 25 سنة بعد قصة الحب الكبيرة اللي كانت بينا اتغيرت. هات من الاخر يا قرنفلي. نتجوز يا دلال كده بالبساطة دي؟ هو في حد ولي امرنا هنستنى ناخد رأيه؟ في طبعا. مين ده؟ ابني وبنتك. هما كانوا اشترونا؟ مش كفاية خدوا مننا احلى ايام عمرنا وما بخلناش عليهم؟ عايزين ايه تاني مننا؟ لازم برضو نشورهم. انا واثق انهم هيوافقوا. انا هكلم مرهان النهارده وانت تكلمي ابنك. طول عمرك واثق من نفسك. ايوه، لاني عمري ما سعيت الا في الخير. بتقول الكلام ده دلوقتي وانت ايدك في المية الباردة. انت عارفة كويس قوي يا دلال ان ايدي دايما كانت في النار مش في المية السخنة حتى. لو كانت ايدك في النار زي ما بتقول ما كانش حصل اللي حصل من 25 سنة، وكان زماننا متجوزين يا باش مهندس. طب انا كنت اعمل ايه للسيد والدك؟ كنت لسه متخرج جديد من كلية الهندسة وبدور على شغل بعيد عن الميري وترابه. أبوك الله يرحمه علشان كان كاتب دبية قديم. هتغلط يا قرنفلي؟ موظف قديم يعني في أرشيف وزارة الأوقاف. كان مصر إن أتوظف الأول عشان أضمن مرتب شهري ثابت. وحضرتك ركبت دماغك وصممت تشتغل في الأعمال الحرة. حسن القرنفلي رجل الأعمال المعروف والمشهود له بحسن السير والسلوك، يعني ضحيت بيا علشان تحقق أحلامك. لو كنا اتجوزنا كان زماني محقق أضعاف أحلامي اللي حققتها. انت اللي رحتي وافقتي على اول عريس اتقدم لك بعد مني واتجوزتيه وسافرتي معاه بلاد بره. انا ولا انت اللي ما صدقت بابا يرفض ورحت اتجوزت؟ انا عملت المستحيل عشان اقنعه، لكن راسه كانت انشف من حجر الطاحونه الله يرحمه. كان ممكن تعمل اكتر من اللي عملته. لو كنت صحيح غرقان لشوشتك في غرامي كنت تحارب علشاني وما ترضاش بواحده غيري ابدا، حتى لو عشت عازب طول عمرك. وجاي النهارده وعايزنا نعيد اللي فات، الماضي والذكريات. ما عطلكش يا باش مهندس. ما تبقيش مجنونه يا دلال وتركبي دماغك زي ابوك. انت بتهددني؟ انا ما تهددش. مش هتلاقي حد تاني يحبك قد انا ما حبيتك. انا 1000 مين يتمناني، على الأقل لسه محتفظة بشبابي. وانا يعني اللي ماشي على عكاز؟ أنا لو شاورت بصباعي الصغير اللي فيه الكلو. هو لسه الكلو موجود في صباعك؟ بلاش صباع اللي فيه الكلو،
لو شاورت بصباعي اللي ما فيهوش الكلو هلاقيهم قدامي طوابير طوابير طوابير. ده انا دلال اجمل بنت في الحي كله. بس مهما رحتي ولا جيتي مش هتلاقي حد زي. يا عم روح، ده انت العشرة من نوعيتك بقرش بقى كده يا دلال. طيب انا ماشي. اقعد هتروح فين؟ مش عارف بس ماشي وخلاص. بقول لك هو في واحدة مجنونة هتتحملك غيري؟ انت زي ما انت ما اتغيرتيش. تفتكر يا حسن؟ افتكر ايه ولا ايه ولا ايه؟ عبد المطلب دايما يقول ودع هواك وانساه وانساني، عمر اللي فات ما هيرجع تاني. كان حلم وراح انسى وارتاح، ودع هواك ودع. طول ما قلوبنا لسه شباب كل شيء ممكن يرجع. طيب اطلب لي نسكافيه. اللي تشوفه يا حسن بيه. هو ايه اللي اشوفه يا ام عبده؟ الله، يعني انت حر، عايز تتجوز اتجوز. ومالك بتقوليها كده من غير نفس؟ لا يعني عايز نعمل لك ايه؟ اتحزم وارقص لك؟ جرى ايه يا وليه انت؟ الظاهر عليك كبرتي وخرفتي. الظاهر كده برضه. لا ده انت النهارده دمك تقيل. اصل شرب عسل اسود. عسل اسود ومنيل ب60 نيله. انت ايه هتخشي لي قافيه؟ ثم انا بقول لك ايه، تكونيش فاكره اني باخد اذنك. لا ما انا بقول كده برضه. طب روحي اعملي لي نسكافيه. وانت من امتى بتشرب نسكافيه؟ النهارده هشرب نسكافيه. حاضر. ولا بلاش؟ حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ الله، مش قلت بلاش؟ خلاص بقول لك حاضر. ده انت بقيتي ممله. لا 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 لا، ده انت بقى بتتلكك لي. هو انا ما اجيش اتلكك الا ليك انت؟ شيء غريب والله. الغريب بالليله دي هو انت يا حسن بيه. انا؟ انت عايز ايه بالظبط؟ عايز. وانت مالك انت؟ تسأليني بصفتك ايه؟ عندك حق برضه. اسألك بصفتي ايه؟ خلاص انا ست كبرت وخرفت. بقول لك ايه، تأمرني بحاجة اعملها لك قبل ما اروح انام. اقعدي. حاضر، اديني قعدت. تفتكري يا ام عبده مرهان هتتضايق لما تعرف اني هتجوز دلال؟ تفتكر انت؟ يا ليلى مش فايته يا ام عبده، فهميه. يعني بعد 30 سنة عشرة وفاكرني مش فاهماك؟ انت اللي مربيه مرهان وعارفه هي بتفكر ازاي. تفتكري هتتضايق؟ طب ما تفتحها انت وتسمع منها. ايوه، ما انا طبعا هقول لها، بس يهمني الاول اسمع رايك. بصراحة يا بيه انا مش عارفة. مش عارفه؟ طب قومي اعملي لي قهوه، اجي لحد مرهان وما اخدش منك عقد نافع وكأني بالنسبه لك مش ابوها. بقول لك ايه، انا ليا في مرهان اكتر من اللي ليك. ايوه عندك حق، ما هو ده اللي مخليني متحملك. خلاص هروح اعمل لك القهوه. بقول لك ايه، عندك شاي؟ عندي. طب اعملي لي نسكافيه. ايوه مساء الخير يا هانم. مساء الخير يا فندم. انا مريهان حسن القرنفل يا مدام دلال. بسم الله ما شاء الله، اهلا وسهلا، دي مفاجأة سعيدة جدا. تعالي يا دادا. اكيد ام عبده. ايوه يا حبيبتي انا ام عبده. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. يعز مقدارك. اتفضلوا في الصالون. كان نفسي من زمان اشوفك يا مريهان. احنا جايين في كلمتين ورد غطاهم. دادا استني شوية. واستنى ليه؟ لازم نقطع العرق ونسيح دمه. خير ان شاء الله. خير طبعا. في البداية يعني حضرتك تعرفي بابا من امتى؟ ده سؤال اجباري ولا اختياري؟ لا اختياري طبعا. اكتر من 25 سنة. وكان في علاقة عاطفية بينكم مش كده؟ دي الحقيقة. طب وما اتجوزتوش ليه؟ الاسم والنصيب. اكيد كان في اسباب. ايوه اكيد في اسباب. ايه هي بقى؟ ها قولي كل حاجه، قولي ولا تخبيش علينا لاننا هنعرف كل حاجه. افضل انك تسالي باباك يا مريهان. والله احنا سالناه وقال لنا نسمع منك الاول وبعدين هيحكي لنا هو. الحكايه بدات من 25 سنه. يعني نجحت في الامتحان يا مرهان. اطمن، انا اديتها 9 من 10. وانا 6 من 10. انت بخيله خالص يا ام عبده. طب كده بحبحيها شويه. ده عشان خاطرك انت بس. على العموم انا ما يهمنيش رايك. كده اهو
دلوقتي ما يهمكش رأيي، وانت اللي كنت هتبوس ايدي علشان اقنع ميران تيجي معايا نعاين البضاعة. بضاعة؟ قصدي العروسة. يا دادا، عن اذنك بقى يا بابا عشان الحق عادل لحسن زمان ومستنيني على صفيح ساخن. ايوه يا اختي الحقيقي لحسن الصفيح الساخن يشيط. خلاص اهتمامها كله بقى لسي عادل. تتصوري يا ولية عجوزة انتي ان دلال ظهرت لي في الوقت المناسب؟ عجوزة؟ قال يعني انت اللي لسه شباب. ايوه انا لسه شباب. طب بص يا اخويا شعرك في المراية قبل ما تصبغه. مش هبص. عايزة حاجة بقى؟ مش عايزة، انت اللي عايز. ما عنتش عايز منك حاجة. من هنا ورايح دلال هي اللي هتعمل لي كل حاجة. يعني امشي؟ تمشي تروحي فين؟ ارجع بلدنا. وتسيبيني يا ام عبده؟ ما انت يا اخويا خلاص ما عدتش عايز مني حاجة. ايوه ما عدتش عايز منك حاجة، بس عايزك. هتعمل بيا ايه؟ هحنطك واحطك في فيترينا. المهم اشوفك كل يوم الصبح قبل ما اروح الشغل وبالليل قبل ما انام. في حاجة تانية يا نجوى؟ في فاكس هجيبه لسيادتك حالا يا فندم. مش دلوقتي، خليه بعد شوية. شوفي مين. الو. ايوه يا فندم. نقول له مين؟ نعم هتفرج. ايوه يا الو يا هتفرج. لا كله الا كده يا ستي. نتجوز الاول وبعدين ابقي استعدي براحتك. انا صحيح صبرت 25 سنة لكن النهاردة ما عنديش استعداد اصبر ساعة واحدة من غير ما تفكري. ايوه انا هعدي عليكي في الميعاد عشان نروح للمأذون. مع السلامة يا حياتي. مالك يا نجوى؟ ايه بتبصي لي كده ليه؟ لا ابدا يا فندم، بس بس ايه؟ هتفرج. ما فرجت خلاص وكنت اظنها لا تفرج. انا بقول لك اهو طلقني منه، يعني طلقني مش منه. عايزها. يا جماعة اخذوا الشيطان. خلاص يا حضرة المأذون ما عادش يجي منه الكلام. خلصني منها ينوبك صواب. انا اللي عايزاك تخلصني منه يا حضرة المأذون. انا مستحيل اخرج من مكتبك ده وانا على ذمة الراجل ده. لا يمكن اعيش معاه تحت سقف واحد ابدا بعد الليلة دي. وانا انا بحبها وعايزك يا حضرة المأذون تكتب كتابي عليها بسرعة. انت بتقول ايه يا حضرة؟ انا قصدي دلال. دلال يا حضرة. بحسب يا حضرة المأذون بسرعة ارجوك، انا مش فاضي. دي ست يتفت لها بلاد وبلاد. اياكش يا اخويا تكون فاكرني همسك فيك بايديا واسناني. لا يا حبيبي بص لنفسك افتح عينك. ده انا بكره يا حبيبي هتجوز ست سيدك. يا سيد بيومي يا ست عطيات، لآخر مرة بنبهكم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. رجعي نفسك يا ست عطيات. مفيش فايدة يا أستاذة، أنا كمان بريئة من كل شيء. حتى نفقة عياله. ليه؟ هتبقشيش عليا؟ انا هدفع لك النافق والمتقدم والمتاخر ومصاريف الولاد كمان. انا راجل كسيب، بس انت اللي مش وش نعمه. تغور السمنه اللي تيجي من وش النمل. احترم نفسك يا عطيات. احترم انت نفسك والزم حدودك يا بيوم. يا جماعه صلوا على النبي. ده انتوا عندكم اولاد ما فكرتوش هيتربوا ازاي؟ يا استاذ دي ست ما بتصونش النعمه. انا برضو يا بيومي. ايوه انت. تتصور يا استاذ انا راجل طول عمري مستقيم من ورشتي لبيتي ومن بيتي للورشه. هو انت عندك ورشه ايه؟ عندي ميكانيكي عربيات. اتفضل الكارت بتاعي يعني. طب اقعد واحكي لي الخلاصه انك انت بتكسب يعني. الحمد لله يا بيه. كل دخلي اخر الاسبوع اديهولها. اتاري ايديها مخرومه وانا مش واخد بالي. تصوري يا مدام عايز يحرم ولاده من متع الدنيا. من سلام. من شهرين الواد الصغير شبت في عربية لعبة مرضيش يجيبها له. قمت انا بقى عملت ايه؟ رحت جبتها للواد. لا ما عندكش حق يا اسطى، ده طفل والطفل يحب اللعب. صبرك عليا يا هانم. نعم. انا عمري ما حرمت ولادي من حاجة، بس اللي ما لقيتوش بقى ام العيال
العربية دي تمنها كام؟ هيكون كام يعني؟ 450 جنيه. عربية لعبة ب 450 جنيه عشان الواد يلعب بيها يوم ويكسرها تاني يوم. مش هبقى مجنون لو جبتها له. بصراحة كان يبقى حرام عليك لو جبتها يا اسطى بيومي. اقول لعطيات يا جماعة أنا شايفة إنها خلافات بسيطة وتقدروا تتفاهموا عليها. يا هانم اسمعيني، دي مش بتاعة تفاهم، دي من حزب خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. خلصني منها يا أستاذ، خلصني. ايوه خلصنا من بعض علشان تلحق تكتب كتاب الباوي الهانم. يا ست عطيات، أين بياناتك؟ اتفضل. وانا بطاقتي اهي وامضي لك على القسيمه مقدما. هتمضي له يا بيومي ومقدما كمان؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ يعني هتطلعني بجد؟ الله، امال احنا جايين نهزر كده يا بيومي؟ يعني هتاخدني لحم وترميني عظم؟ علشان تتجوزي ست سيدي، مش ده كلامك؟ طيب وحياة ربنا لا افتح نافوخ. بس اوعى سيبني عليه. يا ست عطيات سيبي الطفايه. خد يا دماغي، يا دماغي. يا دماغي. يعني ما اخترتش غير المأذون ده يجوزنا يا حسن؟ اللي لقيته في سكتي. يا نفوخي، بدل ما نكون الليلة دي بنبتدي شهر العسل، أبات الليلة في المستشفى. منك لله يا بيوم انت وعطيات. ايه ده؟ انت بتضحكي يا دلال؟ ما هو المثل بيقول يا مستعجل عطلك الله. بس ولا يهمك يا ابو علي، هتفرج. المهم دلوقتي هخرج من المستشفى دي امتى؟ الدكتور قال لي بكره الصبح. يلا يا دلال، انا مش طايق استنى في المستشفى دي. طب اصبر لما افتح العربيه. دلال. ايوه حسن. بصي هناك. مين؟ تصوري بيومي وعطيات. يا ولاد الايه، شبكه في ايده وبيضحكوا. دول متطلقوش واحنا ما اتجوزناش، بس هنتجوز الخميس الجاي ان شاء الله. يا ام عبده. ايوه يا بيه. عامله ايه على الغدا؟ نعم، غدا ايه؟ ما عملتش حاجه. ما عملتيش حاجه ازاي؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انت ناسي ان النهارده الخميس، وانك الصبح قلت لي انك هتتعشى بره مع الست دلال بعد ما تكتبوا الكتاب. قلت لك هتعشى مش هتغدى. خلاص مفيش مشكله، اتغدى بره النهارده. حكمتي فيها يا ام عبده؟ ايوه حكمت. انا ماشيه بقى. ماشيه رايحه فين؟ ايوه اللي واخد عقلك. مش اني قلت لك اني هسافر البلد كام يوم علشان اخلي لك الجو مع العروسه؟ صحيح، بس هم يومين 2 بالعدد وترجعي. لازم تكوني هنا وانا مسافر بقضي شهر العسل. ربنا يتمم لك بخير، ده انت طيب وابن حلال. وانتي كمان يا ام عبده، عقبالك. عقبالي في ايه؟ لما تتجوزي. لا يا اخويا انا لسه صغيره. يا اهلا، المطعم كله تحت امرك يا فندم. قول لي، في عندكم كباب كويس؟ مش هتلاقيه سعادتك في اي مكان غير عندنا. طيب اعمل لي طلب كويس، ويا ريت تتوصى بالسلطات. من هنا سعادتك يا فندم، تؤمر. ايوه يا قرنفل. انا دلوقتي في مطعم بيعمل كباب ممتاز، ما تيجي تتغدي معايا؟ ورايا حاجات كتير لازم اعملها قبل ما نروح للمأذون. على الاقل هجهز شنطي. يا دلال، كفايه الاسبوع اللي ضاع مننا. اطمن يا حسن، بس اوعى تتاخر انت. حاضر يا حبيبتي، باي باي بقى. مع السلامه. ايه رأي سعادتك في الكباب يا سعادة الباشا؟ ممتاز بصراحه، كباب ممتاز. بالهنا والشفا. حضرتك تأمري بحاجه تانية يا سعادة الباشا؟ ايوه، يا ريت تجيب لي حاجه ساقعه من فضلك. استنى عندك، امسكوا الجرسون ده. هو في ايه يا حضرة الظابط؟ حضرتك اكلت كتير من الكباب ده. هي ايه الحكايه؟ غش تجاري يا حضرة. المطعم بيقدم لحمه مضروبه. لحمه مضروبه؟ يعني ايه مضروبه؟ هات ودنك. ايه؟ هو الحقوني بالمستشفى. الو. ايوه يا مريهان، بتقولي ايه؟ مستشفى حسن. دكاترة عملوا ايه يا مرهان؟ حاجات كتير قوي قوي يا طنط.
اول حاجه عملوها له غسيل معده ومضادات حيويه. هو ايه اللي حصل؟ هو 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 اللي جرالي ما كان على بالي يا دلال. بتضحكي؟ تعيش وتاخد غيرها. حاول تنسى بقى يا حسن. اللي ما عندهمش ذمة ولا ضمير. يا حبيبي كل تأخيرة وفيها خيرة. مرتين يا دلال، مرتين بنأجل كتب كتابنا. معلش يا حبيبي، بيقولوا التالتة تابتة. المهم انك تخرج من المستشفى. انا هطلقها بالتلاتة. هي مين؟ اللحمة. وبعدين هتجوزك انت يا جميل. الف مبروك علينا يا دلال. اخيرا اخيرا المأذون كتب لنا. صبرك بالله يا أستاذ. خير يا حضرة المأذون؟ أنا مجهز القسايم، ولكن أين الشهود؟ شهود؟ طبعا. هو في جواز من غير 2 شهود؟ هو انت ما عملتش حساب الشهود يا حسن؟ الحقيقة تاهت عن بالي. طيب مش ممكن يا أستاذ؟ طبعا مش ممكن. العقد لا يمكن يكون شرعي إلا بالشهود، وأنا هقول لك يا أستاذ ما أنت عارف. طيب هو ما فيش أي تصرف سريع؟ اتصل بأي 2 من أصحابك يا حسن يجوا بسرعة. أنا عندي حل يا حسن بيه، بس هيكلفك مبلغ بسيط. الحقني بيه. جبت ال2 الشهود دول منين يا أستاذ؟ من على القهوة اللي جنب المكتب. مش تصرف برضو يا حسن بيه؟ ده الحقيقة تصرف جميل. هات يا سيدي بطايقكم. محدش يتحرك من مكانه. الله. في ايه يا حضرة الظابط؟ في ايه؟ هدوم كلهم على البوكس. بوكس؟ بوكس ليه؟ هو احنا بنتجوز في الممنوع ولا ايه؟ الو. ايوه يا حسن بيه. بتقول ايه؟ فين؟ في اسم البوليس؟ ليه؟ هو الجواز دلوقتي بقى في اسم البوليس؟ طيب عايز المحامي؟ هو في ايه؟ يعني بدل ما اكون الليلة دي في بيت الزوجية ابت هنا في التخشيبة. انت عايز الحق. ضابط المباحث خدمك خدمة العمر. ليه بقى يا سبورعي؟ انقذك من التهلكة في الوقت المناسب. بذمتك وانت في مكتب المأذون كنت بتتمنى اي حاجة تحصل عشان الجوازة دي ما تتمش؟ وما تتمش ليه؟ ده انا بقالي 25 سنة مستنيها. ياه، ده انت مستبيع خالص. بس اللي حصل ده حصل ازاي؟ ما كانش معاه يا سيدي 2 شهود. المأذون جاب 2 رجالة من على القهوة. واحد منهم طلع عليه حكم نفقة لمراته، وظابط المباحث ما حلالوش يقبض عليه إلا في اللحظة دي. الأستاذ حصل القرنفلي. أيوة يا حضرة الصول، أنا. حصل خير يا حضرة الظابط. المحامي جه يا دلال. مش محتاجة محامي يا حسن بيه، تقدر تتفضل، بس خلي بالك من الشهود. قرنفلي. نعم. ما تيجي نأجل الجوازة دي شوية؟ ليه؟ انت اتشقمت يا دلال ولا؟ لا أبدا، بس ناخد نفسنا. دلال أنا مش هصبر أكتر من كده، والجوازة دي لازم تتم. المثل بيقول كل تأخيرة فيها خيرة. أيوة بس مش بالشكل ده يا نجوى، مرتين دلوقتي. نعم انت بتضحكي. بصراحة سعادتك يعني اللي حصل ده يضحك أي حد غيري، لكن يبكيني أنا اللي إيدي في النار. يعني سيادتك مستعجل للدرجة دي؟ للدرجة دي وبس، وللدرجة اللي بعد الدرجة دي ب2.5 أصلك يا نجوى مش عارفة حاجة. بصراحة أنا مش عارفة. دلال دي يا نجوى زي ما الشاعر قال: نقل فؤادك أن شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. الله يا فندم، أول مرة أسمعك بتقول شعر. الحب يا نجوى، الحب يخلي الواحد يقول شعر ونثر، وأنا ما حسيتش بطعم الحب غير مرة واحدة. صدقت يا فندم، وصدق كمان بيرم التونسي لما قال على لسان أم كلثوم:
الحب حلاوته بالانطار، يدوقوا منه كبار وصغار. يا حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق. بالنسبة لي كان وراها فراق 25 سنة. افهم من كده ان سيادتك لما اتجوزت فاهم تقصدي ايه؟ قصدي الجواز تقليدي. يعني ما حبيتهاش؟ شوف يا نجوى، الحب هو اللي يجي لطشة. لطشة يعني ايه يا حسن بيه؟ يعني من غير مقدمات ولا ليه ولا عشان ايه، اللي العقل والحسابات والمنطق ملهمش دخل بيه، اللي الواحد لما يقابلها وهي تقابله يشعر بانه شف ورق زي النسمة، زي طير بجناحين بيسبح في الفضاء اللامحدود، يحس انه سعيد. ليه؟ هو كده من غير ليه. ده يختلف عن الحب اللي بيجي بعد الجواز. في ايه بقى سيادتك؟ في حاجات كتير. الحب اللي بيجي بعد الجواز ما بيبقاش حب لطشة. امال بيبقى حب ايه؟ بيبقى حب عشرة، بيتوالد مع العشرة الطيبة والصحبة الجميلة، وده اللي كان بيني وبين والدة مرهان الله يرحمها. الله، انتي واقفة ترغي معايا وسايبة شغلك؟ انا اسفة يا حسن. اتفضلي على مكتبك. حاضر. استني هنا. افندم. قوليلي، انتي ما اتجوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ مستنية اللطشة يا فندم. الو. ايوه يا دلال، مالها الشغاله اللي عندك؟ يا انسيها بقى يا حبيبتي، احنا خلاص هنتجوز وكفايه علينا معامده. طب خلاص اديني عنوانها وانا هروح لها. اطمني، اذا كانت تعبانه هوديها للدكتور. باي باي يا روحي. ايوه، هي دي بالظبط حاره المتولي، وادي الشارع. تسمح يا بيه؟ نعم يا نسا. ولو فيها رزالة يعني. اتفضلي، انا تحت امرك. ممكن تمشي معايا لحد ما اعدي من الزقاق ده؟ انتي خايفة من حاجة؟ اصلي في شباب من اللي بيقفوا على الناصية بيسمعوني كلام مش ولا بد، فلما هيشوفوا حضرتك وانت بيه محترم كده هيلموا نفسهم ويسيبوني في حالي. طيب تعالي معايا وخلي بس حد يقرب لك وانا اجيب له البوليس. ربنا يخليك يا بيه ويكتر من امثالك. يا اسطى عنتر، الحق يا اسطى عنتر. في عادة سيد. بص هناك كده في اول الزهاق. ايه ده؟ دي نوسة يا اسطى، ومعاها واحد بيه عليه القيمة. طب روح ركب لي الفرامل بتاع العربية اللي في الورشة على ما اجيلك. حاضر يا اسطى. هو ده يا بيه اللي جاي علينا ده. هو ايه ده؟ اللي بيضايقني في الراحة والجاي. ولا يهمك منه ما دمتي معايا. انت جايه منين دلوقتي يا بيت؟ بنت لما تبيتك اوعى ايدك. اوعي، ما هو انا لازم اعرف. وانت مالك انت يا بارد ليه؟ لا كنت ابويا ولا اخويا ولا عمي ولا خالي. ايوه صحيح، انت تبقى لها ايه؟ اسكت انت وخليك في حالك، باين عليك راجل محترم ومش وش بهدله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تخلي نهارك يعدي على خير وما تطلعش زرابيني. اسمع يا جدع انت، الزرابين دي تطلعها على نفسك. انت تبقى لها ايه عشان تتكلم معاها بالشكل ده؟ انا خطيبها. ما تصدقوش يا بيه، ده كان بس متكلم عليا، ولا قرا فاتحه ولا حتى جاب دبلتين صفيح. طب امشي نجر اطلعي على البيت والا مش هتنزلي الشارع تاني. الحقني يا بيه، احميني منه. انت بقى جايبه حضرته صدر حمايه؟ وانا مش عاجبك يا جدع انت ولا ايه؟ لا مش عاجبني. خد. اي يا دماغي. الو. ايوه يا حسن بيه، انا نجوى. بتقول ايه سيادتك؟ انت فين؟ مستشفى؟ يا دماغي. سلامتك، الف سلامه يا حسن بيه. حقك عليا يا سعاده البيه، البنت نوسه هي السبب، ضحكت علينا احنا الاتنين. نعم، تضحك عليك انت، لكن انا تضحك عليا ليه؟ ما انت عارف بقى يا بيه كيد النسا. نافوخي كان مستخبي لي كله فين ده يا ربي. يعني كان لازم دلال تبعتنا نطمن على الشغاله بتاعتها. كل شيء اسمه ونصيب بقى يا بيه. والاسم والنصيب يرموني في طريقك عشان تتفتح دماغي وانا على وش جواز. يعني انا كنت ناقص يا نوسه. هي صحيح جت في سعادتك،
بس برضو جت بفايدة، هو لوح الخشب اتحرك. ايوه يا بيه، ايوه يا بيه، انا اتحركت وقعت فوق دماغي، عملت لي فيها ضبة ومفتاح، مش كده؟ مش ما هو لوح خشب برضو يا بيه. ما كفايه بقى مسخره فيا يا نوسه هذا، والا ارجع في كلامي واسحب كلمتي. الحق يا حسن بيه، ده هيرجع في كلمته. طب خليه يرجع وانا ادخله السجن. طب بأمارة ايه بقى؟ الخمس غرز اللي في دماغي. يا غرزي. لا خلاص يا بيه، مش هرجع. ده اليوم اللي كنت بتمناه، انك تفتح دماغي وانا على وش جواز. ان اتلم بقى على القمر اللي سهرني سنين اشتغل ليل نهار علشان اكمل مهره. يعني انت ما كنتش مطنشني يا عنتورتي؟ اطنشك ازاي يا بت، وانا كنت بعد الايام والليالي واستنى اليوم اللي اقولك فيه والله واتجمعنا تاني يا قمر. طب والبت حلاوتهم اللي كانت رايحه جايه تتحنجل يا اخويا قدام الورشه. حلاوته مين يا نوسه؟ هو في الحلاوه حلو غيرك؟ انا كنت بس باخد ودي معاها في الكلام علشان افلفلك شويه واشوف مدى غلاوتي عندك. خلاص يا اخويا بقى، تبقى واحده بواحده. ايوه، واحده بواحده، تفلفلوا انتوا لبعض وانا الضحيه. هو يفلفل لك يا ست نوسه وانت تضحكي عليا وتاخديني في ايدك وتعدي من قدامه عشان تفلفليه، يقوم الدم يجري في عروقه، يفتح نافوخي بمفتاح انجليزي. قلبك ابيض بقى يا حسن بيه. لا ابيض ولا احمر، انا هوديكم في داهيه انتوا الاتنين. انا سعاده البيه مستعد تودينا في داهيه، بس بعد الداهيه اللي انا هروح فيها برجليا. داهيه ايه اللي هتروح لها برجليك يا سي عنتر؟ وفي غيرها؟ الجواز الاسبوع الجاي وامر لله. يا ولاد الهو. ادعي لي والنبي، ادعي لي يا ام عبده ان الجوازه تتم الليله دي. ان شاء الله هتتم، بس بقول لك ايه؟ بس ايه؟ اعمل اي حاجه جديده. اي حاجه جديده زي ايه؟ يعني مثلا ما تروحوش انتوا الاتنين للمأذون مع بعض، ولا اقول لك ايه رايك المأذون يجي لكم في بيت الست دلال بدل انتوا ما تروحوا له. والله فكره يا ام عبده. وحاجه كمان. ايه؟ ما تروحش بعربيتك لحسن بعدين تتعطل وتأخرك. شوف، خد تاكسي. تاكسي المهندسين يا اسطى. ايوه بس هوصل للدقي اوصل الاخ في طريقنا. مفيش مشكله، اتفضل. اهلا يا صفيه، الف مبروك يا دلال، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. جبت لك معايا نانسي صديقتي والاستاذ خالد جوزها، كده بقى ضمنت الاتنين شهود، الاستاذ خالد وعادل جوز مرهان. امال فين المأذون والعريس؟ زمانهم على وصول. اما الوليه ام عبده دي عليها افكار. كان عندها حق لما قالت لي اسيب العربيه واخد تاكسي من مصر الجديده للمهندسين. كده ابقى ضمنت ان مفيش حاجه ممكن تأجل الجواز الليله دي. صح وممكن العربيه تعملها فيا وتتعطل، انما التاكسي لو اتعطل هنزل واخد غيره. ادي المأذون وصل يا دلال، هيبقى مش ناقص غير العريس. بسرعه شويه يا اسطى من فضلك. ما انت شايف الطريق يا بيه. اوه وادي كمان لجنه مرور. اطلع على طول يا اسطى. على طول يعني ايه؟ يعني ما يوقفش في اللجنه. يعني ايه ما يوقفش اللجنه؟ انت تخرس خالص. لفرغ المسدس ده في نافوخك. مسدس؟ دوس بنزين يا اسطى. حاضر. ليلة مش فايتة. ايه ده البوليس كله ورانا. ما هو لو تفهموني في ايه. قلت لك اخرس خالص. يا اخ توما انا عريس الليلة دي والجوازة دي لازم تتم. عادل ما بيردش برضو على الموبايل. جايز الموبايل مش معاه او جايز قفله. يا جماعة أنا عندي كتب كتاب تاني. الغايب حجته معاه يا أستاذ، اصبر شوية. نصبر شوية والأمر لصاحب الأمر. اقف هنا يا اسطى، اقف بسرعة. هو في ايه يا اسطى؟ اسكت، احنا اتكتب لنا عمر جديد، ده مهرب مخدرات. ارفعوا ايدكم لفوق.
المهرب جري من هنا يا حضرة الضابط. اكيد حصلت حاجه تانية يا طنط دلال. يا ترى ايه اللي حصل؟ يا جماعة يا جماعة، أنا ما أقدرش أتأخر عن كده، أنا عندي مواعيد. اتفضل يا حضرة المأذون. ولما العريس يوصل أنا تحت أمركم. ده انتوا ايامكم طويله قوي في الاسم ده. طويلة يعني ايه؟ يعني مش هنخرج من الحجز ده قبل ما البوليس يقبض على تاجر مخدرات ويعرف اذا كنا شركاء ولا لا؟ منك لله يا ام عبده. ايوه يا مريهان، مش معقول. ومين اللي بلغك الخبر ده؟ طيب انا جايه حالا. جت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. استهدى بالله يا استاذ، وكل مشكله وقالوا لي عند الكريم حلال. وهتتحل ازاي اذا ما قبضوش على تهمة؟ انا وانت هنروح في داهية. منك لله يا ام عبده، هي اللي شارت عليا اخد تاكسي. انا كنت مروح والطريق مش طريق، معرفش ايه اللي خلاني امشي في الطريق ده. ايوه عشان تقابل تومة وتركبه وبعدين اشاور لك تقف لي. بس ما تزقش كده يا شويش. اهلا، انت وقعت يا تومة. سيبوني عليه، اوعى سيبوني عليه. وبعدين يا حضرة الضابط؟ اطمنوا، كلها دقايق ويخرج الاستاذ حسن. تومة ده مهرب خطير، وحسن بيجي حظه يركب التاكسي معاه. منك لله يا ام عبده. يا سلام، وانا يعني قلت لك اركب التاكسي ده بالذات؟ يا اخي ما البلد فيها مليون تاكسي، لكن حاول ايه، نشنت يا فالح. اسكتي خالص. دلال يا دلال. ايوه يا حبيبي. شفت اللي حصل لي يا دلال؟ بابا يا حبيبي، المهم ان انت كويس. انا متنيل على عناية يا مرهان، والجوازة اللي مش عايزة تتم. اطمئن يا عمي، هتتم. هتتم ازاي يا عادل؟ دلوقتي تعال يا استاذ، ادي المأذون اهو. أين العريس؟ وأين العروسة؟ أنا وأين الشهود؟ كله جاهز يا استاذ، افتح دفترك. في اسم البوليس، في اسم البوليس يا دلال. هو ده المكان الوحيد اللي الجوازة ممكن تتم فيه. موافق. أنا موافق كويس، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ أم عبده ما تشهدش على العقد. كنتم مع الجوازة دي لازم تتم